2 وفي واحد اتقتل. بس ما فيش حد بيتهيألي هربان حتى اللحظة، يعني كده خلاص هم كانوا 3، 2 مسكوهم وواحد اتقتل نتيجة تبادل إطلاق النيران. اللي احنا بنتابعه مع حضراتكم دلوقتي من أول الخبر هي الجنازة العسكرية للضابط الشهيد، كانت من مسجد الشرطة في الدراسة. لو تاخدوا بالكم حضراتكم وزير الداخلية ما كانش موجود. لو تفتكروا قبل كده طبعا مع استشهاد الضابط برضو اللي لقى مصرعه في سيناء، حصل مظاهرات وغضب شديد جدا ضد وزير الداخلية وهتافات ضد الوزير وضد الرئيس محمد مرسي وضد جماعة الإخوان. فبالتالي النهاردة وزير الداخلية واضح ان هو آثر السلامة، ما راحش الجنازة نتيجة لغضب الضباط، لكن الغضب ونفس الهتافات اتكررت مرة تانية النهاردة، لأن ما فيش أسبوع بيعدي إلا وبيكون في ضابط بيلقى مصرعه وبيستشهد. فالنهاردة كانت برضو الهتافات ضد الرئيس، ضد جماعة الإخوان المسلمين، ويسقط حكم المرشد. اللي هو محمد إبراهيم، بس نقول لكم بس اللي حصل ان هو طبعا نعى الضابط الشهيد ووعد بتتبع الجناه والقبض عليه، ومجلس الوزراء هو كمان نعى الضابط الشهيد وكل شهداء الشرطه والجيش. واتقال الجيش ليه؟ لان برضو النهارده في حادثه ثانيه 2 مجندين لقوا مصرعهم واصيب 17 في انفجار حصل في مخزن ذخيره في الكتيبه رقم 23 في منطقه درومكا اللي هي تابعه للمنطقه الجنوبيه العسكريه في اسيوط. اتنقل 10 مصابين لمستشفى الإيمان العام حالتهم مستقرة، في 7 اتنقلوا لمستشفى أسيوط الجامعي ده لأن حالتهم حرجة. دكتور أحمد عبد الحميد وكيل وزارة الصحة في أسيوط قال إنه تفقد المصابين ال10 في المستشفى، وقال إن حالتهم مستقرة وإن الإصابات عبارة عن جروح سطحية.